الحقني يا مستر، انا بقالي كتير بذاكر رياضه ومش عارف الفرق بين المعادلات المثلثيه والحل العام للمعادلات المثلثيه. لا كده الموضوع بقى خطر جدا. تعال افهمك ايه الفرق ما بين الاتنين. حل المعادلات المثلثيه لازم تركز في اشاره الدوال المثلثيه في الاربع تربع، يعني مثلا عندك الجا موجبه في الاول والتاني، اما سالبه في التالت والرابع. عشان كده دايما هيطلع معانا في كل نسبه ليها حلين، ده اذا كان عايز الدوره كامله. اما يا بطل بقى في الحل العام هتاخد لي نفس الرقمين اللي موجودين معاك، بس هتحط جنبهم 2 باي نون. وعشان انا بحبك جايلك بمعلومه مهمه، لو النسبه اللي معاك كانت جا هتحط جنب الزاويتين 2 باي نون، اما لو كانت جتا هتاخد لي الزاويه الصغيره بس وتحط موجب او سالب زائد 2 باي نون. وعشان انت غالي عليا خد المعلومه المهمه دي، الظابط يا بطل لو جات لك هتاخد الزاويه الصغيره بس وتحط جنبها باي نون. بس كده يا سيدي. ولو عايز تشوف شرح وتريكات اكتر اكتب على اليوتيوب شرح رياضيات اولى ثانوي مستر احمد المصري.